السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة بعنوان سافر مع أخته بقلم الشاعر فهد النفيعي. يقول: سافر مع أخته يطلب العلم ويريد يرجع على بلاده بعز وشهادة، آمال شعبه والأهل دائم تزيد، 4 سنين وراجع في بلاده، 6 شهور تمر من غير تحديد، وهو مع أخته علم ويا عبادة. قام يتغير بعدها بالمواعيد، مثله وقع بالسم جهل وقرادة، بمخدرات تتلع القلب والجيد، أواه يا عقل وفكر وركادة. وجلب معاها السم لأخته بلا قيد، ثم ادمنت عليه ما بفيادة، وجاها المروج لين بيته بلا فيد، وقع على أخته قد معينه زيادة، وعاشوا شهور بها مرارات وقيد، وزمانهم زايد حرار وبرادة، حتى علم عنهم أخوهم قطع بيد، جاهم ولكن شيء ربك وراده، واخذهم الاثنين في ستر وبعيد، حتى وصل معهم لذيك العيادة، واخذوا بها فترة من غير تعديد، جروح تنزف هم للقلب صاده، مثل البنية صابها الإيدز ويزيد، أكل جسمها مثل نار ورماده، رجعوا بخيبة للقريبين وبعيد، ضاع الأمل كله وضيع جهاده، تاكل وحدها خايف الشر لا يعيد، ينقل لها لازم تصبح نكاده، قالت أصبنا بالتهاب الكبد ميت، وقلبي تحطم ما تحقق مراده، يا الله يا عالم بكل المقاصيد، تحفظ شباب العرب واحفظ بلاده. سافر مع أخته يطلب العلم ويريد يرجع على بلاده بعز وشهادة، آمال شعبه والأهل دايم تزيد، 4 سنين وراجع في بلاده، 6 شهور تمر من غير تحديد، وهو مع أخته علم ويا عبادة، قام يتغير بعدها بالمواعيد، مثله وقع بالسم جهل وقرادة، بمخدرات تتلع القلب والجيد، أواه يا عقل وفكر وركادة، وجلب معاه السم لأخته بلا قيد، ثم ادمنت عليه ما بفيادة، وجاه المروج لين بيته بلا فيد، وقع على أخته قد معينه زيادة، وعاشوا شهور بها مرارات وقيد، وزمانهم زايد حرار وبراده، حتى علم عنهم أخوهم قطع بيد، جاهم ولكن شي ربك وراده، أخذهما الاثنين في ستر وبعيد، حتى وصل معهم لذيك العيادة، واخذوا بها فترة ومن غير تعديد، جروح تنزف هم للقلب صاده، مثل البنية صابها الإيدز ويزيد، أكل جسمها مثل نار ورماده، رجعوا بخيبة للقريبين وبعيد، ضاع الأمل كله وضيع جهاده، تاكل وحدها خايف الشر لا يعيد، ينقل لها ثم تصبح نكاده، قالت أصبنا بالتهاب الكبد ميت، وقلبي تحطم ما تحقق مراده، يا الله يا عالم بكل المقاصيد، تحفظ شباب العرب واحفظ بلاده، تحفظ شباب العرب واحفظ بلاده. بسلامتك.